السلام عليكم مشاهدي الكرام، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اموركم هانيه؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وبصحه واحوال جيده. مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم واحد الكيك اللي كتجي رائعه وكتجي منعشه وكتجي غزاله، يعني تجربوها ما غتندموش عليها. فعلا كتستحق التجريب وكتجي غزاله ويعني بدون تكلفه. خليكم معايا تكتشفوا المكونات ومع طريقه التحضير. بالنسبه للكيك غنحتاج بيضتين. عندي هنايا 2 خمارات، ولكن غندير غير خماره ونص. وحده فاني، نصف كاس زيت، نصف كاس حليب. هنايا عندي 2 معالق ديال الكاكاو، 2 معالق كبارين. وبالنسبه للدقيق حسب الخليط، وقطره من الخل باش يعني كتجي هشيشه. هنايا من بعد ما خلط البيض غنزيد عليه الزيت، نص كاس تاع الزيت، نص كاس نتاع الحليب، نصف كاس السكر. ودائما نسبق الكاكاو هو الاول، حيت يعني حتى هو بحال كيجي بحال يعني كيقصح العجين شويه. ما نقدرش نسبق الطحين هو الاول عاد الكاكاو. ضروري نسبق الكاكاو هو الاول ونغربلو باش ما يبقاش فيه هاد الكريكيبات. عاد من بعد نشوف شحال خصو ديال الدقيق، يعني نبقى ندير غير كميه باش يعني راه الدقيق ما يعني الكيك خصها تجي خفيفه شويه. نضيف عليه الخمارات. يعني كما قلت لكم راني نضيف صغير كيس ونصف، يعني من فئه 7 غرام. وهذه فاني حتى هي راه غير نسيتها، هي نضيفها من الاول الصراحه باش تذوب. دابا غنضيف عليه قطره ديال الخل، يعني غير 1 معلقه كبيره تقريبا. منها كتحيد هذيك الزفوره ديال البيض، ما كتبقاش الزفوره ديال الحليب والبيض. بالنسبه للقوام ديالها راه كيجي خفيفه. هنايا المول راني دهنته بالزيت. دابا راني شاعله الفران. يعني خصو يكون الفران يكون ديجا شاعل ليه يكون باش يسخن. وصافي دابا راني غندخلها للفران. مشاهدينا هي الكيك من بعد ما وجدات. دابا غنسقيها ان شاء الله بهذا الكاس ديال الحليب. ضفت عليه ملعقه صغيره نتاع نسكافي. يعني بالنسبه لمحبي القهوه راه يضيفوا عليه نسكافي، اللي ما كيبغيوها صافي. اللي ما كيبغيوش يقدروا يكتفيو غير بهذا، غير بالحليب صافي. وهانتوما المشاهدين بالنسبه للكريمه غنحتاج هذه موس هي اللي غندير. غنضيف عليها كاس الحليب باش يعني تجيني عاقده، ما نكثرش من الحليب بزاف. غنضيف ساشيه ديال الشوكولا. غنضيف عليها الحليب. عاد غنطلعها دابا بالخلاط اليدوي ولا بالخلاط الكهربائي. ودابا ان شاء الله هي بعد ما طلعت الكريمه غنضيفها على الكيك. نحاول نسرحها يعني باش تكون كتجي الطبقه الثانيه. من بعد يعني كندخلها دابا غادي نسرحها وغندخلها الثلاجه حتى تشد راسها مزيان. اولا الا كنتم مزروبين عليها تقدروا تدخلوها المجمد باش كتشد راسها مزيان. عاد يعني غندير الطبقه الثالثه ان شاء الله. دابا ان شاء الله غادي ندخلها للثلاجه
وغنخليها واحد ساعه ونص تقريبا ولا ساعتين، يعني حتى تشد راسها مزيان وتبرد. عادي يمكن ليا نضيف عليها الطبقه الثالثه ان شاء الله، حيت الطبقه الثالثه هي كتكون سخونه، يعني ما يمكنش ليا نضيفها من فوق الكريمه وهي سخونه، وهذه باقا ما شدتش راسها مزيان باش ما تخسرش ليا هذا الكريمه الاولى. وهانتوما المشاهدين، هي من بعد ما خرجتها من المجمد، صراحه راني دخلتها المجمد باش توجد ليا في ساعه، يعني ما تاخذش ليا وقت بزاف، خدات ليا تقريبا واحد 35 دقيقه، يعني باش وصلت هكا. عندي الكريمه السائله، غنضيف عليها قطع نتاع الشوكولا، ها هي راني ديجا سخنتها شويه، ودابا غادي نخليهم باش يذوبوا هنايا، اولا غنردها باش يعني باش يزيدوا يذوبوا حتى هما مزيان. غنشعل لهم البوطو مع التحريك باش يعني باش تجي لي الكريمه، يعني واخا كاع عاود راه بلا ما نشعل ليها كاع. ها هي، وهذا هو الكناش من بعد ما ضفت ليه، كما بعد ما ضفت قطع الشوكولا على الكريمه السائله وجوج معالق كبار ديال الكاكاو، يعني يعطيني هذا اللون هذا. نحاول نسرحو بالمعلقه هكا شويه شويه، ملي كيجي فوق منو نيشان كله حتى كتغطى الكريمه كامله. من بعد تقدروا تزوقوه باي حاجه بغيتوها، يا مكسرات يعني اي حاجه. انا يا بالشوكولا محكوكه، يعني انا غندير ليه فيرميسيل. وهي من بعد ما ساليتها لي رشيتها شويه من الفيرميسيل. قلت لكم الزين كيبقى اختياري، كل واحد شنو كيبغي يقدر يزين به. ودابا ان شاء الله غنبقى نحاول نقطعها معكم تشوفوا كيفاش جات من الداخل. هانتوما المشاهدين، هي ما شاء الله جات فتيت، جات غزاله. هانتوما كما كتشاهدوا معايا، هي الطبقه الاولى، الطبقه الثانيه، الاخرى هي فوق منها، ويعني كتجي بارده وكتجي منعشه. دابا في هاد الوقيته هادي راه زوينه تفرحي بها راسك ووليداتك ومالين الدار والعائله كامله، ويعني ما كتاخذش لك بزاف نتاع الوقت ولا بزاف نتاع المقادير. وهذا هو الكيك اللي كنت بغيت نشارك معكم، هانتوما شفتوه. نتمنى تجربوه ان شاء الله وينال اعجابكم. وشكرا لكم على المتابعه، والى اللقاء. ما تنسوش ديروا لايك، وشكرا لكم، ومع السلامه الى فيديو لاحق باذن الله. استودعتكم الله الذي لا تضيع ودائعه. مع السلامه الى فيديو لاحق باذن الله.